ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله في فيديو النهارده هقول لكم ريفيو عن كل السان سكرينز اللي انا جربتها. وهم هتلاقيهم يعني 6 أو 7 انواع هنشوفهم دلوقتي. بس متنسوش قبل ما نبتدي تعملوا لايك للفيديو، وكمان تعملوا سبسكرايب للقناه، وتتابعوني على كل السوشيال ميديا بتاعتي، فيسبوك وتيك توك وانستجرام. هسيب لكم اللينكات كلها في الديسكريبشن بوكس. يلا بينا نبتدي. طيب، اول واحد عايزه اتكلم عنه هو ده اليجون. هو كان ب 275 جنيه، كنت عملت لكم عنه شورت فيديوز. هو كان كويس معايا بالنسبه في شهر 6 و5، اللي هي شهور بتاعت الشتاء دي. لكن غير كده في معمعة الصيف 7 و8 لا، هو ما ينفعش خالص. هو ما بيسيبش احساس بالتلزيق. يعني بيقعد شهر تقريبا. قوامه من جوه كريمي، مش عارفه هو هينزل ولا لا. لونه ابيض كده. هو المفروض بيحمي من البرونزنج، لكن ما بيعملش كده. انت بتحطيه يعني هو لا، مش عايز ينزل. وانت بتحطيه المفروض يحميكي من الشمس، من الاسمرار. لا، هو ما بيعملش كده، هو بيسمرك عادي. طيب يا هبه، هل هتشتري تاني ولا لا؟ هو كمرطب كويس، يعني هو كمرطب معقول. لكن اكتر من كده استخدميه زي ما قلت في الشتاء بس. هو كميته 75 مللي، فممكن تستخدميه في الشتاء، ممكن. لكن في الصيف لا لا لا، انت هتحتاجي حاجة اقوى من كده. نتكلم عنه. هو ده بايوديرما سان سكريم تنتد. شو هوريكم شكله من جوه اهو. ده بيبقى شكله. هو انا ما خلصتوش على الاخر، هو لسه فاضل فيه الحبه دول كده. والحقيقه هو كريم لما بتيجي بتوزعيه بيبقى باودري شويه. يعني هو كريم، قوامه كريم، لكن لما بيتوزع اهو بيبقى بيقلب على باودر كده. بصوا، مش عارفه تغطيته باينه ولا لا. هو تغطيته متوسطه لان هو فيه لون. هو سعره كان 650 جنيه. هو الحقيقه ما بيعملش حاجه لاثار الشمس. لو انت عندك اثار في وشك نمش او حاجه، لا هو ما بيوديهاش، ما بيخففهاش يعني. هو بيعرق شويه. كفاونديشن انا برشحه كفاونديشن للاستخدام اليومي. ممكن تستخدميه كل يوم، مش هيطلع لك حبوب. مش هيعمل لك اي قلق بصراحه. هو امن جدا ان انت تستخدميه كفاونديشن كل يوم. آمن على البشرة. هو بيعرق شوية، تغطيته متوسطة. كفاونديشن للاستخدام اليومي، لكن لا يعتمد عليه كصن بروتكشن، بالذات في الصيف. هو بيوحد لون البشرة بشكل متوسط كده. ما بيعملش حبوب او تهيج او احمرار، مناسب جدا للبشرة الحساسة. هو لونج لاستنج، بيقعد فترة طويلة، ما بيتحركش كفاونديشن طبعا. هيقعد اليوم كله معاكي عادي خالص. انت بتحطيه كل ساعتين، ولما بتخزنيه بعيدا عن اشعة الشمس او في متناول الاطفال. هو ما بيعرقش، يعني ما بيعرقش قوي. هو بارابين فري وبرفيوم فري. بيقلل من مظهر المسام، يعني انت لو عندك مسام في وشك هو لا، بيخلي شكلها كويس. أم- تاني بقول ان هو ما ينفعش كسان سكرين في الصيف. هو بايوديرما كماركه كسان سكرين ممتازه، بس هات التاني اللي هو شفاف، اللي هو الاس اي بي اف بتاعه 100 برضه. هو مش هتلاقيه قوي في مصر. بس يعني لو عرفت حد يجيبهولك من بره، لا ده بيبقى احسن من اي سان سكرين انا هقوله النهارده. سان سكرين بايوديرما اس بي اف 100. بعد كده عندنا كليو سان سكرين. هو 50 ملي، سعره كان 150 جنيه، لكن على الموقع هتلاقيه يعني ارخص من كده. على الموقع انا كنت جايباه من صيدليه العزبي. بتحطيه قبل 15 ل 20 دقيقة قبل ما تتعرضي للشمس، وبتكرريه كل ساعتين. هو خفيف على البشرة جدا، سهل التوزيع. بيمتص بسرعة، مناسب للبشرة الدهنية والمختلطة مائلة للدهنية، وينفع لكل أنواع البشرات كمان. ما بيسيبش وايت كاست، بيرطب البشرة حلو جدا. مشكلته الوحيدة ان هو بيخلص بسرعة، مش عارفة ليه. لان انت بتجدديه كل ساعتين، مش هيكفيكي في المصيف لو خدتيه. واستخدميه كمرطب فقط. لكن لو بشرتك حساسة من الشمس تجنبيه. يعني كليو ده ما ينفعش للبشرة الحساسة خالص.
في الشمس، لان البشره اللي عندها حساسيه من الشمس مش هينفعها ولا سان سكرين مصري، سواء اللي هقوله النهارده. وانا يعني انا مجربتش كل الحاجات اللي موجوده في السوق طبعا، بس انت لو جربتي خليكي في المضمون يعني، اللي هو بايوديرما او يورياج اللي هتكلم عنه بعد شويه. لكن البشره الحساسه من الشمس لا، ما تستخدموش. بعد كده عندنا بايوديرما سان سكرين اكوا فلايت. هو انا كنت جايباه في عرض كده، اللي هو ده عرض السان سكرين والغسول مع بعض ب 1400 من صيدليه انوار. هو ده الغسول او هو ده الكريم اهو، تلاقي مكتوب عليه اكوا فلويد. اوكي، مش عارفه هو باين ولا لا. المهم هو ده ده اخباره ايه بقى؟ ده سعره 1400، كنت جايباه في عرض زي ما قلت لكم، بيجي في العلبه دي من صيدليه انوار هو والغسول ب 1400. هو المفروض ان كميته 40 ملي. هو بيرطب، ترطيبه حلو قوي قوي قوي. هو دراي تاتش، خفيف، قوامه مائي شويه. هو للاسف يعني ما فيهوش، انا خلاص مخلصاها على الاخر، ما فيهوش حتى ولا حبه. قوامه مائي شويه زي ما قلت، بتمتص البشره في ثواني. طريقته بتحطي كميه وفيره منه على البشره، يعني بتحطيه بكميه سخيه كده على الوش، لان اي كميه هما كاتبين كده الكميه الاقل معناها حمايه اقل من الشمس. انا باكد انه مرطب ممتاز، وده الصن بلوك المحترم اللي بيدي ترطيب مع حمايه. هو ده بيعمل كده، بيدي ترطيب مع حمايه، وهو فعلا بيعمل كده، بيحميكي من الاسمرار، ما بيعرقش، ودي اكبر ميزه فيه. بيديكي الحقيقه العرض ده بيديكي قيمه مقابل سعر، فانا برشحه بقوه. هاتيه في الصيف مش هتندمي ابدا، هاتيه هيعجبك قوي. في بقى واحد زيه بالظبط اللي هو بايوديرما، ده بقى الكريم. خلوا بالكم عشان هو في منه اكوا فلويد وفي منه كريم، هما تقريبا نفس العلبه يعني. يعني بصوا لو انا طلعت لكم الكوره، طبعا انا مخلصاه على الاخر يعني، هنتوا الحقيقه جامد. خلاص لو وريته لكم هتحسوا انه مفيش فرق يعني. لو شفنا التاني كده، بصوا، اي حد مش ممكن ما ياخدش باله ان في نوعين، في منه الاكوا فلايد وفي منه الكريم. فانا بتكلم دلوقتي عن الكريم، احنا خلاص خلصنا الاكوا فلايد ده. طبعا هو كريم واقي الشمس ده بيحمي المفروض من الشمس، حمايته كويسه لو انت استخدمتيه بسخاء على وشك ونزلت بيه في الشمس. يعني انا مش عارفه، انا حاسه ان الاكوا فلايد احسن منه. هو بيحمي من الشمس وانا برشحه لك وكل حاجه، بس حطي منه كميه سخيه، ويا ريت تلبسي معاها كمامه. معلش استحملوا يا بنات في الصيف عشان الشمس ما تهنش بشرتنا اكتر ما هي هيناها. ف سعره كان 1370. هو مش رخيص، لكن يستاهل الحقيقه، هاتيه. وعلى العموم هو حمايته من الشمس كويسه، فهاتيه هيعجبك قوي. وبيفضل انك انت تستخدميه مع شمسيه او مع كمامه. مش عارفه، دي تجربتي بصراحه. اللوك اللي بعد كده اللي هو ده كولاجرا، يعني هو كنت جايباه في عرض 1+1، مش عارفه كان بكام، انا هنت العلبه يعني. هو احلى حاجه فيه ريحته جميله جميله جميله، ومرطب ممتاز ممتاز للبشره. يعني انا مش هرجع اشتريه ريحته جميله قوي، مش هرجع اشتريه كسان سكرين، لكن هرجع اشتريه لا مش هينزل. لكن هرجع اشتريه كمرطب. هو حلو قوي قوي. علبته طبعا كده اورنج، خالي من المكونات، اي مكونات بتسد المسام. ما في هو كاتبين ان هو ما فيش عطر وبارابين فري. بس هو ليه ريحه، بس الريحه لا، انا بشرتي حساسه وما عمليش حاجه، فالريحه اللي فيه لا مش هتضايقك خالص. بيستخدم قبل التعرض المباشر للشمس بساعتين، وبيتجدد قبل التعرض للشمس، وبتجدديه كل ساعتين. لونه ابيض، ما بيسدش المسام زي ما قلت، وما بيسيبش اي وايت كاست على البشره. بتحطيه قبل ما تنزلي مباشره في الشمس، بيسمرش خالص. بيحمي من ظهور التجاعيد ممكن، لانه مرطب كويس، وهو غني بالفيتامين اي. هو بس مشكلته ان هو كمان بيلزق شويه، وبرده ما تستخدموش في الصيف، استخدميه فقط
كمرطب مش اكتر من كده. بعد كده بقى ختموه مسك مع يورياج ده السان سكرين ده. يعني هو العلبة موجودة، هبقى احط لكم صورتها. ده بقى يعني لو انت عايزة تطلعي بالفيديو ده بأي سان بلوك، هو ده. ده بيحمي من الشمس. هو بيسيب شوية كده طبقة بيضة على الوش. بس يعني لو انت ما بتحباش، ارجوك حبي الوايت كاست دي، لانه فعلا حلو قوي في الشمس وبيحمي حلو قوي قوي قوي. كميته 50 مللي اكتر من بايوديرما كان بيبقى 40. هو بيحمي من الشمس حلو قوي وبيرطب كويس. هو بايوديرما احسن منه في الترطيب، لكن لا يزال ده برضو مرطب كويس. كنت جايباه ب1000 جنيه، فهو ممتاز ممتاز ممتاز، وانا جبته وان شاء الله هجيبه تاني. فده اللي انا ارشحه لك وبقوه بقوه بقوه. فزي ما قلت، لو انت عايزه تطلعي من الفيديو ده بصن بلوك واحد بس، هو ده هيعجبك جدا. وده كان الفيديو بتاع النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.